بسم الله الرحمن الرحيم. وفي السماء رزقكم وما توعدون. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة العبد الحائر المحتاج الذي ضج من كل ضيق وحرج ولجأ إلى باب الكريم ففتحت له أبواب الفرج وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب الشفيع الرؤوف الرحيم الذي أخبر عن ربه إن لله تعالى في كل نفس 100,000 فرج قريب وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وروح الأرواح وسر بقائها وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد واغشه اللهم بنورك كما غشيته سحابة التجليات الإلهية فنظر إلى وجهك الكريم وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذي عزه من كل سوء. اللهم فرج كربي كما وعدت أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عنه الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وارزقنا النظر إلى جماله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة ساعة مع نور. قناة ساعة مع نور قناة شاملة مميزة تشمل السياسة والترفيه والدين وكل ما يخص المجتمع وأخبار عاجلة، وقناة تعتمد في فيديوهات الرئيسية على فيديوهات مميزة للدكتور مبروك عطية وللشيخ رمضان عبد المعز والدكتورة نادية عمارة والدكتورة سعاد صالح والدكتور توفيق عكاشة والمستشار مرتضى منصور وفيديوهات لأسامة منير والدكتورة هبة وفي فيديوهات مفاجأة هتعرفوها أول ما تنزل على القناة. ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. زر الجرس ده مهم انكم تفعلوه عشان يجيلكم اشعار بالفيديوهات اللي بتنزل على القناة، واتمنى دعمكم وشكرا لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اعزائي المشاهدين زي ما تعودنا بنعلق على الفيديو الاول وبعد كده بنشوف الفيديو بالكامل. مبروك عطية ينفعل بشدة بسبب سؤال متصلة
انا هموت فيها لو ما سألتش السؤال ده. طبعا انا مش هحقق لكم الفيديو، لا انا سيبكم تشوفوه احسن ولكم التعليق. بس انا ليا تعقيب بسيط، الفيديو ده فيه دروس منه مستفادة جدا لأي حد يتعرض للمواقف دي أو ما شابه. وأنا أحيي الدكتور مبروك عطية على أسلوب البسيط اللي بيوصل للناس بسهولة. أنا بطلب من حضراتكم إنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يصلكوا كل فيديوهاتنا أول بأول، والاهتمام باللايكات والتعليقات عشان الفيديو يتشاف للجميع. ياريت تدعموا قناتي، وكل قناة بتقدم محتوى يفيد الناس. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم محمود، السلام عليكم. اتفضلي يا ستي. عليكم السلام ورحمة الله ازيك وبركاته. يا دكتور؟ ربنا يخليكي. لو سمحت يا دكتور اسألك سؤال. يلا. أنا أرملة بقالي 10 سنين. ربنا يديك الصحة والعافية. وعندي 58 سنة. دلوقتي عندك 58؟ انت اكبر مني بكام شهر. معلش ربنا يديك طول العمر يا دكتور. ربنا يوياك يا بعدين رب. أنا ربيت ولاد جوزي 4. قولي تاني. ربيت ولاد جوزي 4 ومو متوفى. ربيت استني بس، لازم اركز. ربيت ولاد جوزي يعني من ام تانية. وما خلفتيش منه؟ لا انا معايا ولد وبنت، بنت محامية وولد في تانية جامعة. ربيت الكل بقى. الحمد لله. بس العيال ولاد جوزك جحدوا ولا حاجة؟ لا واحد بس اللي وحش. واحد بس ايه؟ اللي وحش، اللي مش كويس يعني. واحد اللي وحش. وهم كام؟ دكتور. هم كام؟ هم 4. 4. واحد طلع وحش. ومش هتصلي ركعتين شكر لله. استني يا بنت، انت يا بنت استني يا بنت اللي من دوري يا بنت. هو انت مش هتصلي النهارده ركعتين شكر لله ان ال3 حلوين؟ الواحد وحش ده انا ازعل منك والله، ازعل منك. رب العالمين احنا استني بس. اتفضل. ده ال3 الواحد 75%. الحمد لله. 75% دي نسبة تدخل كلهم. لك الحمد. استني بس. وأصل ربنا اللي خلقنا قال كده: وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. انت عندك الأكتر حلو. الحمد لله يا دكتور. عند الله. طب يلا كملي. الفضل من عند الله.
طيب كمل. بقول لحضرتك بقى المهندس دوت ربنا موسع عليه من فوق كتير قوي يعني. اللي هو مين؟ المهندس دوت المهندس اللي طلع وحش؟ ايه؟ اللي طلع وحش؟ لا ده الدكتور هو اللي ما بيحبنيش من يوم ما جيت لابوه. ما بيحبكيش من يوم ما اتجوزت ابوه؟ يا لهوي، ده قلبه كان فحم قوي. ما عملتلوش رقاق مرة ولا غسلت له هدومه؟ وهو كان عنده 6 سنين. ما شافش الكلام ده وحسه؟ انا جاي وهو عنده 6 سنين. ممكن اقول لك على معلومة بس عشان انا لو ما قلتهاش هموت اتفضل يا دكتور. والله. سؤال صغير. اتفضل يا دكتور. الواد ممكن يكون بيحبك جدا بس ما يعرفش يعبر لا ليكي ولا لغيرك. ممكن يكون طبيعته كده واقف مع الكل. انا عذراء. استني ارجوكي عشان تجاوبيني. ايوه. هل الواد ده فل مع الكل وساتسفاكشن ولما يشوفك يبوز، ولا هو مخلوق مبوز؟ هو مخلوق وبوز وتنهج مع حاجة. هي دي طبيعته مع الكل. ايوه ما قلتش حاجة. يبقى ما تقوليش بيكرهني يا ابو سيدي. ربنا يهديك. اللهم امين. المهم يا دكتور، بس والنبي المعلومة دي مريحاني وارجوكي عيد النظر فيها. في بني ادم، استني بس، انا ليا صديق اسمه الحاج محمد غريب، الله يصلح حاله ويرحم ابوه ويبارك في ذريته. امين يا رب. كان معين عنده واحد، الواحد ده انا لقيته بيبكي، بقول له مالك يا حبيبي؟ قال لي الحاج سيد بيكرهني. انا عارف الحاج سيد، انا عارفه. قلت له ما بيكرهكش، طبيعته كده. ايوه طبيعته كده. مش الحاج سيد اللي اول ما يشوفك يعمل كده، هو بيعملها معانا بصراحة لكن ما بيعملش كده، فدي طباع. الواد مخلوق كده مبرشم، طبيعته كده. اخوه فرايحي اللي بتقولي ايه، وهو صلى الله على محمد متجوز ومكشر ولا يعرف يضحك ولا يعرف يفرح ولا يعرف يعبر عن حب. فما تقوليش بقى انه بكرهني. يلا قولي.